الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها الكرام، أيها الأحبة، يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه كما في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من دعائه فيقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يقول أنس: فقلت يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، هل تخاف علينا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. بل انتبهت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء، فقالت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: إن قلب الآدمي بين إصبعين من أصابع الله، فإذا شاء أقامه وإذا شاء أزاغه. لذا كان من دعاء الصالحين كما أخبر رب العالمين جل جلاله في كتابه الكريم كما في سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. القلب أيها الكرام مضغة خطيرة نبه إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فعليها صلاح الجسد. صلاح الجسد متعلق بصلاح هذه المضغة، بل وفساده أيضا متعلق بفساده. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ما هذه المضغة الخطيرة يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ألا وهي القلب. بل مدار الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة هو أن نقبل على ربنا جل جلاله بقلوب سليمة. قال ربنا جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بماذا؟ إلا من أتى الله بقلب سليم. وما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويل. ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويل. يقول عليه الصلاة والسلام: مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلاة، كمثل ريشة في وسط الصحراء. تدبر هذا الحديث النبوي الجليل. يقول عليه الصلاة والسلام: مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلاة في وسط الصحراء تقلبها الريح ظهرا لبطن. لذا كان صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء، وهو من هو سيد الأولين والآخرين، هو إمام الأنبياء والمرسلين والمتقين. كان عليه الصلاة والسلام يكثر من هذا الدعاء فيقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. بل ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان أيضا يقول: يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فما أحوجنا أيها الكرام، لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن، لا سيما مع هذا التقدم التكنولوجي الهائل، حيث دخلت الفضائيات والإنترنت في كل بيت من بيوت المسلمين، فما أحوجنا
أن نحفظ هذه الدعوات وأن نحفظ هذه الكلمات النبوية العظيمة: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فكلنا أيها الكرام يحتاج إلى التثبيت، أن نثبت على طاعة ربنا جل جلاله، وأن نثبت على عبادته. لذا احفظوا هذه الدعوات واحفظوا هذه الكلمات من رسول رب الأرض والسماوات ورددوها. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن